السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي كي دايرين؟ هانيين؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. سنة جديدة أخواتي، تلقاكم هكا مهنيين، ما خاصكم حتى شي خير أخواتي. وأي أخت كتمنى شي حاجة إن شاء الله الله يحقق لكم أخواتي، واللي مريضة الله يشافيها إن شاء الله، واللي كتمنى أنها يعطيها الله الذرية الصالحة يا ربي الله يعطيكم على قد نيتكم إن شاء الله. المهم أخواتي، أي وحدة كتمنى شي حاجة الله يسهل عليها، راه ما كنعرفش ندعي. المهم هذا الشيء اللي كاين. المهم فيديو جديد أخواتي، ما تنساونيش من اللايكات والبارطاج فضلًا وليس أمرًا. المهم الفيديو ديال اليوم كيفاش غادي نحاولوا أننا نحققوا الأحلام ديالنا ونوصلوا الأهداف ديالنا، يعني كيفاش غادي نوصلوا لهاد الأهداف. أول حاجة أختي، كيما قلت لكم دائمًا أنا كنقول لكم ديروا الأظرفة أول حاجة. مثلًا الأخوات اللي باقي ما دايرينش الأظرفة، ديروا الأظرفة. الأظرفة راه مهمين باش أنهم كيقادوا لك الميزانية كتسيري راسك. المهم، وتاني حاجة اللي هي مهمة بالنسبة للأخوات اللي مزوجين وشادين الميزانية، ولو كيف ما بغى يكون مصروف يومي شهري أسبوعي، كيف ما بغى يكون قليل كبير كتير. المهم ضروري اختي يكون تفاهم هكا ما بين الزوج. تكون الزوجة والزوج هكا متفاهمين. الا ما كاينش اختي هاد التفاهم هذا، راه صعيب انك توفري. واخا غادي توفري، غتوفري واحد المبلغ اللي هو قليل، ودائما غتبقاي مخبيه دائما. ضروري يكون واحد التفاهم ما بين الزوج، باش الا بغيتو توصلوا الاهداف ديالكم وتحققوا الاحلام ديالكم، هكا تجلسوا مع بعضياتكم في هاد البدايه ديال هاد السنه. نطلبوا من الله سبحانه وتعالى كما قلت لكم الله يحقق لكم اي حلم كتمناو في بالكم، الله يحققه لكم يا ربي. المهم غادي تجلسوا هكا ديروا واحد الجلسه، واحد الحوار بيناتكم. مثلا اللي كتمنى دير دارها ديروا عندكم واحد مثلا واحد الماندا، غادي تقولوا يعني ها شنو غادي نصرفوا، اشنو غادي نخبيو في هذا التحدي، اشنو غادي نديروا هذه القرعه، غنديروا هكا. المهم غادي تقسموا هذيك الميزانيه بيناتكم، وغادي يعطيك واحد المصروف اللي هو ديال المطبخ، وغادي تحيدوا الظرف د الملابس، الظرف ديال الطوارئ، الظرف ديال المهم اي ظرف اللي هو كيخرج لكم من الجناب غادي ديروه. يعني هادو بالنسبه للاخوات اللي فاهمين مع الازواج ديالهم. راه كاينين اخوات اخرين اللي مثلا ما غاديش يجلس معاها الزوج، ما غيتصنتش ليها. كاينه بزاف د الحالات بحال هكا، ما كيتصنتش ليها الزوج، واخا تعيا ما تجلس معاه وتهضر معاه، يعني كتجرب جميع الحلول. ولكن انا كنقول لك حاولي حتى هذا العام ديري شي جليسه وجلسي معاه هكا وقولي ليه شوف، دابا راه الزيادات راه كاينين، نتوما كيف كتشوفوا دابا الاسعار غاليه في كل شيء. راه خصوصا المواد الغذائيه خلاص راه ما كتهبطش. مثلا نتوما كيف شفتوا كان الدجاج غالي، كان واللحم باقي كيغلى، الخضره تبارك الله راه غلات، وغير الديسير شوفوا غير الديسير الليمون هذا العام شحال داير. حنايا حاليا دابا راه داير عندنا مثلا في الاخر ديال السوق كيدير 4 دراهم 5 دراهم. الا تقديتي من الاول هكا مع ديك الوحده ولا جوج كتجيبيه ب 7 دراهم. اسمحوا لي اخواتي راه ضربني الرواح. يعني هذه الكحه راه كلشي كاينه فيه. المهم كما قلت لكم الاسعار غاليه، كيفاش غديري انت مع داك المصروف اللي هو نفسه يعني تقداي به؟ الا بالنسبه راكم عارفين من هذه خلاص، هذه راه كاينه بان المصروف راه بقى هو، ولكن الزيادات في كل شيء خلاص راه كاينين. غير ما هو بالنسبه للزوج اللي كتكون عنده واحد الماندا اللي هي لا باس بها مثلا، وكيعطيك مثلا 1000 درهم على الاقل، خص تزيدك واحد 200 درهم اولا 300 درهم باش يلاه تقادي الامور. هذيك يعني 1000 درهم يلا غتخرجي فيها المطبخ ديالك مزيان، غادي تقداي فيه المسائل ديالك وصافي. اما باش ديري يعني التحديات غديري غير واحد تحدي داكشي اللي كيشات لك في الاظرفه وصافي. كل ظرف كيشات لك فيه شي حاجه غادي ديري واحد التحدي ديال داكشي اللي كيشات لك في الاخر ديال الشهر. أما بالنسبة لشي تحدي اللي هو كبير، مثلًا تحدي ديال مليون، تحدي ديال 2 المليون، ولا 100,000 ريال اللي هي المهم 5000 درهم على حسب. يعني ضروري أخواتي يكون هكا التفاهم هكا، تتفاهموا أنتِ والزوج ديالك أولا يعني غتقولي ليه
حنايا راه تابعنا بزاف د الحوايج اللي مثلا تابعينهم هكا باغيين يبنيو اولا باغيين يديروا شي حاجه اصلاحات في الدار. كاينه اللي بغات تفرش دارها. كاين اخواتي ضروري ديروا هاد الجلسه هادي، تجلسوا مع الازواج ديالكم وتناقشوا في هذا الموضوع، ما فيها باس. يعني كنهضروا على كل شيء الا هاد الاحلام ما كنهضروش عليهم، راه هما اساسيين اخواتي. راه ما كاينش. أنا كنقول يعني الإنسان إلا كان بلا حلم وبلا هدف راه ما كاينلاش. ضروري كنكونوا دايرين الأهداف وكنحلموا حتى حنايا الواحد هكا خص ضروري يبقى يحلم. وبزاف د الناس كانوا كيحلموا بشي حوايج اللي هما كبارين والله العظيم إلا كيحققوهم. المهم أنايا بالنسبة ليا إلا ما كانش هكا التفاهم ما بين الزوج، يعني راه ما كتوصلي لتا شي هدف. يعني كنديروا يد في اليد باش كنوصلوا للهدف اخواتي. ضروري نتفاهموا ونتعاونوا مع بعضياتنا. على مثلا اخواتي ملي كيعطيك الزوج هكا واحد 3000 درهم كيقول لك هذه ديال المطبخ مثلا، وكيشوفك نتيا كلشي نظمتيه المطبخ ديالك، يعني كتقداي تكادي هكا الطياب وكلشي وكتقداي التقديه ديال الهري وما كديري لا كريديات لا والو وكديري قرعات. يعني واش راه ضروري ما كاينش شي زوج اللي ما غاديش يفرح ملي غيشوف مرتو مثلا كدير قرعات وكتجمع. وحنايا اصلا لما كنجمعوا اخواتي الا لدارنا ولوليداتنا ان شاء الله راه يعني راه صعيب انك تحققي شي حلم، ولكن بالعزيمه والاراده راه كلشي كيكون ساهل. داكشي علاش اخواتي قبل تبغيو ديروا شي حاجه اولا تبقاو تفكروا شي هدف، كيفاش انا غندير ليه، كيفاش غنجمع، كيفاش هضري مع الزوج ديالك. يعني ضروري يزيدك المصروف الا كان هو من داك النوع اللي كيتقشف وهو عنده واحد المبلغ اللي هو زوين وكيعطيك هو مبلغ قليل. يعني انا كنهضر على الاخوات اللي ازواجهم عندهم ماندا لا بأس بها أخواتي، ما فيها بأس يزيد هاد المرة هادي واحد 10,000 ريال أولا 800 درهم أولا مثلا نديرو تحدي في هاد الفيديو، كل أخت غتجلس مع راجلها غدا ولا بعدو يعني وتقول ليه زيدني، وديك الساعة يعني تعرف كيفاش دير. تيقولوا المرأة اللحلاحة كتغلب السحارة أخواتي. أنا كنهضر لكم عن التجربه ديالي اخواتي، والله العظيم ما دايره لهذا الفيديو لا ما دايره ورقه وستيلو ما حتى شي حاجه، دايره داكشي اللي في عقلي راني كنشاركو معكم. نتمنى تقبلوا على الفيديو ما يجيكمش هكا فيه الملل ولا شي حاجه. المهم انا كنحاول انني نوضح لكم بزاف الامور اللي هما راه ضروريين. ماشي نبقى نقول لكم مثلا قسموا هذه وديروا هذه وفري هذه، ديري هذا التحدي وديري هذا التحدي. راه ما يمكنش كلشي ديريه لراسك، راه ضروري حتى الزوج كيكون يعني عنده يد في هذا الشيء كامل، يعني خصو يعاونك. كاين واحد النوع ديال الازواج اللي كيعاونك غير بالسكات. مثلا كيجي مثلا عاطيك مثلا واحد المبلغ اللي هو راه ممكن يكفاك ياك، وإلا جا مثلا كيلقى داكشي اللي قسم الله طويله متوله على قد الحال وهي اقتصاديه، وكيجي كيقول بسم الله كياكل كينوض، ما كيبقاش ينقر عليك لا واه ما درتيش اللحم، لا واه ما كترتيش، علاش ما درتيش هاد العصير، لا واه فين الديسير. بحال هاد النوع هذا كتعيشي معاه انت مرتاحه، وممكن انك ديري تحديات وراسك يعني ما كتبرسطيش. ولكن كاين واحد النوع ديال الازواج كيعطيك واحد مثلا 2000 درهم ولا 1500 درهم وغير كيدخل مع الباب كيقول لك شنو دايره، يعني ايوا هادشي قليل وعلاش انا كنعطيك المصروف. وعاوتاني كيقول لك علاش جيبه مثلا غير الليمون، علاش ما تجيبيش الديسير هكا مخلط، علاش. المهم بالنسبه لهاد الازواج هما راه صعاب معاهم التعامل. الحاجه الوحيده اللي تليق ليه هو تردي ليه هاد المصروف هذا، قولي لي هاك يعني هاد المبلغ هذا راه ما كافينيش اخويا. بهاد الجهدي يعني ما كافيش، لانه انتم شوفوا دابا التفاح داير 240 ياك 220. المهم كتلقاي واحد التفاح اللي هو بين وبين، كاين واحد كيدير 7 دراهم 8 دراهم يعني عيال، ولكن الناس الدرا واش غادي ياخذوه. مثلا كنهضر على هاد الازواج اللي كيكونوا هاد لا واه علاش جبتي الديسير مثلا التفاح قاصح لا واه لاوي لا واه. يعني مثلا ها نتوما عاوتاني الليمون داير 7 دراهم زائد البنان، خلاص البنان داير 150. وكذلك الدجاج راه كان غالي دابا راه رخاص، اللحم كذلك.
وهو مثلًا عاطيك هذاك المبلغ وباغي كلشي يكون مجموع في ديك الطبلة، راه ما يمكنش. يعني هذا راه من الأفضل أنكِ تردي ليه الفلوس وهو يتقدى، يجيب أختي البنان والتفاح والليمون، ويجيب بوعويد، يجيب جميع أنواع هكا، يجيب لابوكي، يجيب كلشي، الحليب في أي لحظة يبقى يدخّل. يعني فهمتوني أخواتي؟ يعني التفاهم في المصروف، فاش غيعطيك راجلك داك المصروف، إلا كان هو عاطيك داك المصروف قليل، حتى هو خص يعاون بالصبر، يعني يبقى يسكت، يبقى يقنع، ما يبقاش يجي هكا ويبقى يتشرط عليك نتا تيمرضك. وراه ما غاديش نصبر لي أنا مثلًا عاطيني واحد 2 فرانك هكا ويقول لي كاع هاد الشروط، راه شوية صعيبة. المهم بالنسبة للأخوات اللي الأزواج ديالهم أخواتي كيعطيكم واحد المبلغ اللي هو كتير تبارك الله، لا بأس به الحمد لله. هذه فرصتك أختي تجمعي يديك وتجمعي فليساتك في جنبك اللي غينفعوك في وقت الشدة، اللي ما إلا مثلا جاتك واحد الشدة. ضروري أخواتي، ما كاينش هذا اللي في هاد الدنيا اللي ما كتجيوه أزمات أولا شي حويجات بحال المرض بحال. ضروري هكا إلا لقيتي مثلًا غير واحد المبلغ راه كينفعك. ولكن فاش مثلًا ما كتكوني كتجمعي حتى شي حاجة مثلًا أي مصروف شديتي كتاكلي غير في الأكل والملابس، يعني جا الوقت أختي باش ت ت ت هكا تراجعي نفسك. يعني هاد العام هذا إن شاء الله بإذن الله بغينا كاملين نوصلوا لواحد النتيجة اللي هي أحسن. مثلًا غنهضر لكم على راسي. مثلًا أنا عرفت شي أخطاء درتهم في هاد العام هذا، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى هاد العام هذا نتمنى بإذن الله غادي نحقق أحلام أخرين، وغادي هادوك الأغلاط اللي كنت درتهم غادي نحاول أنني نحيدهم، يعني نتبدلوا لشي حوايج ما هما أحسن، ماشي غنرجعوا للور. المهم دائمًا كنبغي ندير معاكم هذا الفيديو، ولكن ضروري غنصرّح عليكم. يعني الأساس ديالو أخواتي راه التفاهم مع الزوج اللي هو كل شيء. إلا كان التفاهم مع الزوج هكا، يعني كما قلت لكم تنديروا يد في اليد وكنتعاونوا على الشدة وأي حاجة كانت، يعني راه كل شيء كتوصلي ليه، كل شيء كيهون، كل شيء كتنسيه. وإنما الراجل كيجر لواحد الجهة، المرأة كتجر لواحد الجهة، راه صعيب توصلي للأهداف. أنا في نظري هذا الشيء اللي كيبان ليا دائمًا وكنشوفه بعيني وكنشوف بزاف د الناس، سر النجاح ديال أنكِ توفري فليسات ديريهم في جيبك هو أنكِ تكوني مفاهمة مع الزوج. ولو شتي ولو كيكون كيعطيك غير واحد المبلغ كيف ما بغا يكون، المهم ديال المطبخ كيما قلت لكم يعاونك غير بالسكات، راه هذاك بحد ذاته راه إنجاز. يعني راه غادي هذاك بعدا ما تقدري تقولي ليه والو، تتقولي بعدا راه هذاك الشيء اللي كنطيب، داك الشيء كنضل واقفة وهذا راه كيجي كياكل وكيسكت، الحمد لله والشكر لله. ولكن بالنسبة للناس اللي كيتشرطوا يزيدوا الفلوس، أنا هذا الشيء اللي كنعرف. المهم أخواتي، هذا هو الفيديو ديال اليوم. كما قلت لكم سر النجاح، إلا بغيتوا يعني توفروا، ديروا مستقبلكم، ديروا تحديات، ديروا الأهداف، نديروا يد في اليد. الا ما كانتش هاد القضيه اخواتي راه والو. يعني كيقولوا يد وحده ما كتصفقش وانما كتصرفق. يعني راه هاد الشيء راه قديم كانوا كيهضروا عليه الناس القدام، راه بزاف د الحوايج اخواتي. المهم هادوك الامثله راه تبارك الله، يعني شي حاجه كنوصلوا عليهم دابايا. فهمتوني أخواتي؟ يعني راه الدنيا غلات والوقت قساحت وخيابت، وما كاينش اللي غينفعك في هذا الوقت إلا جيبك وصحتك. إلا بزاف د الناس عاوتاني تيقولوا لا الفلوس خايبين وهذا، والله أخواتي شتي هادو، يعني هاد الفلوس الله يخليهم لينا أخواتي في جيوبنا ماشي في قلوبنا، ولكن هما راه مفتاح بزاف ديال الحوايج. مثلا خاصك غير بريكه ديال درهم راه ما تلقايش اللي يجيبها لك، وما تلقايش مثلا هذيك الدرهم ما غتلقايهاش. يعني البريكه هي اخر حاجه، او الابره. المهم ضروري اخواتي نفكروا، ندير واحد هكا، نجلسوا مع نفوسنا اول حاجه، نفكروا اشنو باغيين بعدا من هاد الدنيا، شنو خاصنا، شنو كاين بزاف د الحوايج كنفكروا فيهم، ولكن كل حاجه كتجي في وقتها. نفكر لهادي بعدا مثلا عندي هاد التحدي او لهاد الحاجه ندير هاد الحاجه اللي كتكون بسيطه، عاوتاني ندير الحاجه اللي متابعاها وزيد وزيد. المهم كل مره كنزيد حاجه بحاجه، ماشي كنجمع كلشي في خطره، ولكن بالصبر وبالعزيمه كما قلت لكم والتفاهم راه كنوصلوا بزاف د الاهداف. هذا الفيديو بزاف الاخوات اللي كيكونوا معاهم الازواج ديالهم واللي مزوجات هكا وكيعطيهم الازواج ديالهم ماندا هكا
وباغيين هكا يوفّروا. المهم هذا جوابي لكم أخواتي، والأخوات الآخرين حتى هُما اللي كيكون عندهم المصروف اليومي ولا الأسبوعي كذلك نفس الشيء. يعني ضروري إلا كان المصروف ديالكم قليل وكنتم عارفين الأزواج ديالكم راه عندهم منين يزيدوكم، ضروري تواصلوا معاهم باش يزيدوكم في المصروف. ضروري أخواتي، لأن كل عام كيتزاد، راه الزيادات كاينين. المهم ما تنسونيش من اللايكات والبارطاج فضلا وليس امرا. واخواتي نتمنى يعجبكم هذا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله، وسنة سعيدة ان شاء الله كما قلت لكم، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.